عمرك حسيت إن اليوم خلص وإنت لسه ما عملتش أي حاجة من اللي وراك؟ الوقت بيجري والمهام بتزيد، بس السر مش إنك تلاقي وقت أكتر في اليوم، السر في إزاي تدير الوقت اللي معاك بذكاء. تعال أقولك على 7 نصايح سحرية وعملية جدا عشان تنظم وقتك، تراقبه وتضاعف إنتاجيتك. ركز معايا. فرغ دماغك على الورق، ما تعتمدش أبداً على ذاكرتك. أول ما تصحى أو قبل ما تنام اكتب كل اللي وراك في قائمة مهام تو دو ليست. لما بتشوف مهامك بعينك التوتر بيقل والزحمة اللي في دماغك بتختفي. 2. قاعدة الأهم قبل المهم. مش كل الشغل متساوي، حدد أهم 3 حاجات في يومك، لو خلصوا يومك هيكون ناجح. ابدأ بيهم الأول وانت في قمة تركيزك وطاقتك، وصدقني الباقي كله هيكون سهل. 3. قسم وقتك أو التايم بلوكينج. حدد وقت معين لكل مهمة والتزم بيه، مثلا ساعة كاملة للشغل العميق بدون أي تشتيت. اقفل موبايلك، افصل إشعارات السوشيال ميديا وركز بس في اللي بتعمله. 4. راقب وقتك بيضيع فين. عشان تدير وقتك لازم تعرف الأول هو بيتسرق إزاي. استخدم تطبيقات تتبع الوقت أو راقب السكرين تايم على موبايلك. هتتفاجئ من الساعات اللي بتضيع في التصفح بدون هدف. المراقبة هي أول خطوة للسيطرة. قبل ما أقولك على النصيحة الخامسة، أحب أعرفك الفيديو ده تم إنشاؤه ببرنامج نينجا سكرايب، وهو أقوى برنامج لصناعة فيديوهات الوايت بورد أنيميشن. هتلاقي رابط تحميله في الوصف، وكمان هتلاقي فيديو شرح للبرنامج. تعال نكمل. 5. قاعدة الدقيقتين. أي حاجة ممكن تخلص في دقيقتين أو أقل اعملها فورا وما تأجلهاش، زي إنك ترد على إيميل سريع أو ترتب ملفات مكتبك. التأجيل بيكبر المهام الصغيرة ويخليها عبء تقيل. 6. اتعلم تقول لأ. وقتك غالي جدا، فما تضيعوش في مجاملات أو مهام مش بتاعتك ومش بتخدم أهدافك. قول لأ بأدب لأي حاجة هتسحب من رصيد وقتك وطاقتك على الفاضي. 7. اشحن بطاريتك. انت مش آلة. الشغل المتواصل بيقلل الإنتاجية مش بيزودها. خد فترات راحة قصيرة بين المهام عشان تفصل دماغك وتجدد نشاطك وترجع